السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. معكم نتفهم قناة شيوة لطيفة الوجدية. وصفة اليوم إن شاء الله غادي نستعملوا فيها لاباط فيوتي مع التفاح، وغادي نحصلوا على واحد الطارت رائعة جدا. بالنسبة للعجين المورق سبق لي خدمته معكم، تلقاوه إن شاء الله في القناة. ونبداو على بركة الله. وبالنسبة للمكونات كنحتاجو 2 ديال التفاحات، ملعقة كبيرة ديال النشا، نحتاجو كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال العسل، كأس ديال الحليب، 2 ديال البيضات. ونحتاجو بطبيعة الحال العجين المورق، نحتاجو شوية ديال القرفة ما بيناش في المكونات مع المكونات، ونحتاجو تقريبا واحد الملعقة كبيرة ديال الزيت وضعتناها في المقلاة. يمكن لكم تعوضوها، من الأحسن تعوضوها بملعقة ديال الزبدة. نبداو على بركة الله. غنصايبوها الكريمه. نضيفو ملعقه كبيره ديال النشا، نضيفو صفار بيضه فقط مع تقريبا كاس حليب كما ذكرت، ونوضعو معنا مهيله حتى كيعقد لنا الخليط. يمكن لكم تضيفوه او تحليوه بالسكر، يبقى لكم الذوق، يعني داكشي على حسب الذوق. ناخذ تفاحات نقطعهم، نحيد لهم القشره ديالهم، نقطعهم قطع صغيره جدا. والشكل ديال التفاح يبقى لكم ايضا حسب يعني الرغبه ديالكم. نضيف لهم واحد تقريبا ملعقه ديال القرفه، ونخلط المكونات كلهم ونوضعهم على نار مهيله، مع يعني مره كنحركو حتى كيتعلق لنا على التفاح او يتعسل. الكريمه ديالنا صافي هي عقدات، خليوها على جانب. ودابا غادي نمروا للعجين المورق. يعني هذا العجين حنا خدمناه في المنزل. ضروري ما تكونوا واضعين مغطينه مزيان ببلاستيك غذائي وواضعينه في المجمد. ملي كتبغيو تخدموه كتجبدوه بثلاث سوايع او صباح كامل حتى كيترخى مزيان. كما شفتوا يعني باقي محافظ على الفلتاج ديالو. النتيجه كانت ديالو رائعه جدا. كنحاول نرش شويه ديال الدقيق وفي نفس الوقت كنبسط العجين، وفي الاخير غادي نحيد الزوائد ديال الدقيق ونوضعهم في المول. كما شفتوني ما كندهنوه ما تيجي حاجه. ونحاول نقاد الجوانب بهذا الشكل هكا، نعمل واحد الثقوب بواحد السكين او فرشيطه. يعني في هذه المرحله بلا ما كنوضعوها في المجمد، يعني ماشي بحال العجين مثلا اللي خدمناه ديال الكيش. التفاح ديالنا تعسل، غنضيفوا له ديك المعلقه ديال العسل. هنا غادي ناخذ فقط بياض البيض وندهن به الوجه ديال الطارت ديالنا او الوجه ديال العجين المورق. وباقي البيض غادي نضيفو على الكريمه ديالنا. كما ذكرت يمكن لكم تنسموها يعني بفاني او اي نكهه بغيتو. انا خليتها فقط عاديه. كنوضعها في القالب او في وسط الطارت، ونضيف فوق منها بشكل عشوائي القطع ديال التفاح. وهذه هي الطارت ديالنا من بعد ما طابت ودهنا على الوجه ديالها بشويه ديال العسل. يمكن لكم ديروا شويه ديال الناباج. ايضا يمكن لكم ترشوها بالقرفه او بالسكر الثقيل، لكم الاختيار. كتجي رائعه جدا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهذا الشكل هذا فقط كان بقى ليا واحد شويه ديال العجين المورق، وضعته او شكلته على شكل مستطيلات، ضفت له فوق منه شويه سكر خاشن او سكر سنيده، وحصلت على هذا الشكل. كيجيو رائعين جدا. كتبقى هذه فقط فكرة بين قوسين.
وهذا هو الشكل ديال الطار ديالنا من الداخل. الحشو نتاع الكريمه مع التفاح كيجي اكثر من رائع. الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش علينا بلايك باش تشجعونا باش ان شاء الله نقدموا مزيد من الوصفات. واللي مازال ما انضم لينا يشترك بالضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل ديما بجديد القناه الى وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.